قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم، واللي بيشوفني لأول مرة أو متابعني ومش مشترك في القناة ياريت تنوروني باشتراككم علشان القناة تكبر بيكم ويوصلكوا كل جديد. نبدأ مع بعض كده حلقة النهاردة. بسم الله. ده الولد اللي كان سرق المحفظة من علي وجري بيها الحلقة اللي فاتت، وراح اداها للمعلمة بتاعته اللي مشغلاه، وكانت فرحانة بيه جدا وعمالة تقول للأولاد التانيين شايفين جايب محفظة قبها ازاي، دي باين عليها فيها فلوس كتير، دي شكلها غالي وجميلة. ولما فتحتها اتفاجئت ان ما فيهاش فلوس خالص. قالت له فين الفلوس، انت وديتها فين؟ قال لها والله انا ما خدت حاجة. قالت له ازاي يعني محفظة حلوة كده ما فيهاش فلوس، انت اكيد سرقت الفلوس. قال لها والله انا ما خدتهاش. قالت له لا، انا هنادي صفية وهخليها تيجي وتجيب الولاعة وهولعك بيها. وقعدت تضرب فيه علشان يقول، وهو عمال يحلف والله ما خدت حاجة. بعد كده جه مشهد تاني للفدائيين اللي كانوا قاموا بعملية الضباط الإنجليز امبارح لما ضربوا عليهم نار، وكان منهم الفدائي اللي ضرب على الضابط نار امبارح وكان متضايق جدا. وزمايله قالوا له مالك متضايق ليه؟ قال لهم انا متضايق علشان الفدائي كان وانا بعمل العملية الفدائية امبارح كان في واحد واقف ملوش ذنب واتضرب بالنار وانا خايف يكون مات. قالوا له هنعرف ايه اللي هيحصل له بعد كده. ده دياستي اللي كان في حلقة امبارح واللي قلت لكم هقول لكم حكايته. شغال بوسطجي وبيحب عنده هواية قوي انه يقرا جوابات الناس قبل ما يوديها لهم. وكان مقعد علي عنده بعد ما طلعت ان اللي جات له دي مش رصاصة، دي الشظية بتاعتها. فاق علي وكان مخضوض من المكان اللي هو فيه ومش عارف هو فين. اول ما دياستي شافه قام على طول وقال له حمد لله على السلامة يا بطل، وكان فاكره ان هو فدائي وبطل وهو اللي قام بالعملية دي. ولكن علي قعد يقول له يا عم انا اللي فدائي ولا حاجة، انا ما عملتش اي حاجة. قال له لا ما تقولش كده، انت زعيم وبطل وانا شفتك امبارح وانت بتضرب الانجليز بالرصاص. قال له انا ما عملتش اي حاجة. قال له انا عارف انت برضو مش واثق فيا ومخوني. فسكت وما ردش عليه. وبعد كده قال له بقول لك ايه، انا كان معايا حاجه ليك كده ومش عارف ايه دي. اول ما طلعها وشافها علي قال له ايوه دي بتاعتي وخدها. قال له ده ايه ده؟ قال له انت مش عارف كمان ايه ده؟ قال له لا، ما انا لو عارف ما كنتش سألتك. فاستغرب طريقه كلامه وقال له انت بتتكلم كده ليه؟ وخد منه التليفون علشان يشوف فيه شبكه، ولكن ما لقاش فيه شبكه. وسأله علي قال له هو احنا سنة كام؟ قال له احنا سنة 43. هي الخبطة أثرت عليك ولا ايه؟ اتخض علي وجري بسرعة على البلكونة وبص من البلكونة علشان يشوف كل حاجة. ساعتها جاس افتكر انه هينتحر. قال له لا اوعى تنتحر، الانتحار مش حل. ولكن قال له اوعى كده، انا مش هنتحر ولا حاجة. وبدأ يبص على الشوارع لقى كل حاجة قديمة وكل حاجة تدل فعلا على ان هو سنة 43. معرفش يعمل ايه واتخض جدا وسأل دياستي هو في هنا بيت دعارة صح؟ قال له ايوه، انت عايز تروح؟ قال له اه انا عايزه اروح بيت الدعاره. قال له ايه ده؟ استغفر الله، معقوله يعني انت فدائي وبتعمل اعمال وزعيم وكل ده وعايز تروح بيت الدعاره؟ قال له يا عم مالكش دعوه، هتوديني ولا لا؟ قال له ايوه انا فهمت، انت اكيد عايز تروح عشان ده تمويه، انا هوديك. علي قال له طب يلا بسرعه. هو طبعا عايز يروح علشان يرجع بيته عن طريق بيت الدعاره. بس ساعتها جاستي قال له هو ده بيت مين؟ اصل هنا في بيوت دعاره كتير، انت قصدك انهي واحد فيهم؟ قال له مش عارف، انا متهيألي كان بتاع واحد اسمه لمعي. قال له لمعي؟ اه ده لمعي النجس. قال له انا ما اعرفش يا عم نجس ولا لا، انا عايزه اروح لمعي ده. فدياستي قال له بس خلي بالك اوعى يكون لعب معاك لعبه الانجليزي في العشه. قال له لا يا عم، انا اول ما اجي. بعد كده قال له هو انا ببرر لك ايه وبقول لك ايه؟ يلا يا عم انت هتوديني ولا مش هتوديني؟ قال له هوديك بس ما ينفعش تنزل بلبسك ده. قال له امال هلبس ايه؟ قال له كده الدم في دراعك هيبان مكان الرصاصه، انا هديك جاكيت من عندي البسه وهننزل بيه. فلبسه فعلا علي وقال له يلا بقى عشان ننزل، وكان متنرفز. فساعتها جاستي قال اكيد لعب معاك لعبه الانجليزي في العشه. وبعد كده نزل علي تحت في البنسيون، لقى ده بنسيون دلال. وبدأ يبص عليه لقى كل حاجة قديمة، وبص لقى صورة أبوه أبيض وأسود متعلقة في البنسيون. فاستغرب جدا وقال إيه ده، معقولة؟ وقرب من الصورة وبص عليها كويس لقاها فعلا صورة أبوه. وهو باصص على الصورة قوي جت واحدة من وراه وقالت له إيه يا فندي، في حاجة أنت بتبص على الصورة كده ليه؟ فقبل ما يرد عليها وهو لسه مندهش بيبص لقى واحدة تانية اللي هي دلال، واللي هي صاحبة البنسيون، وكانت نفس الصورة
الصورة اللي كانت موجودة مع باباه في الألبوم بتاع الصور. استغرب جدا وما كانش فاهم أي حاجة، وهو ساكت مرة واحدة من غير ما يتكلم لقى في واحد دخل ومعاه ناس كتير، وكان عايز يمسك المكان يكسره، وقال لزينات قال بقول لك ايه، هاتي الختم اللي انت سرقتيه من مكتبي. بس هي قالت له انا ما خدتش اي حاجه، وخدت كده خبت الختم من شنطتها، طلعته وخبته وحطيته في جيب علي. علي بص لها وما كانش فاهم اي حاجه، بس هي بصيت له ان هو يعني ما يتكلمش كده ويداري عليها. فهو قعد يقول لها بقول لك ايه، هاتي الشنطه بتاعتك. ودي مامتها دلال قالت له انت عايز مننا ايه، انت جاي ترمي بالك علينا؟ قال لهم لا، انا لازم اجي ولازم اخد الشنطه بتاعتها، اكيد فيها الختم. خد الشنطه بتاعتها ودور فيها ما لقاش اي حاجه، وقالت له خلاص ارتحت، اتاكدت انه مش معايا. ودياستي قال هو ده موال كل يوم، يلا يا فندي خلينا نمشي من هنا. وفعلا خد علي ومشوا، وهو بص قال له استنى بس. قالت له استنى ايه، ما تمشي يا عم. وايه شخطت فيه علشان يمشي، فبالفعل ايه خد بعضه ومشي. وساعتها قال لهم بقول لكم ايه، انا مش مهم عندي الختم، كده حجة البنسيون معايا ووصولات الامانه معايا وهخرب بيتكم. وخد بعضه ومشي. وهو ماشي جاستي مع علي، علي ساله قال له هما مين الاتنين الستات اللي جوه دول؟ فقال له دي دلال اللي هي صاحبة البنسيون، وزينات بنتها. وسأله على الصورة قال له ده تهامي، يبقى جوز دلال. استغرب جدا علي وقال ايه ده، معقولة ابويا لحق يتجوز ويخلف بنت زي دي؟ امتى الكلام ده؟ بعد كده دياستي سأله قال له انا لسه ما تعرفتش عليك، هو انت اسمك ايه؟ فبيبص حواليه علي ومش عارف يقول له ايه، لقى عمر افندي فقال له انا اسمي عمر. قال له عمر عاشت الاسامي، وقال له ان هو اتشرف بيه جدا وان هو زعيم وبطل. بعد كده وصل لغايه بيت الدعاره اللي هو عايزه بتاع لمعي. دخل البيت، وبالفعل وهو داخل علشان يعدي من الباب اللي هو كان فيه شافوا لمعي والناس اللي معاه، وطبعا بدأوا يقولوا له ايه ده انت رجعت تاني؟ ومسكوه وقالوا له انت لازم تتضرب لا اما تدفع الفلوس. فقال له انا ما عملتش اي حاجه، دي هي اللي خدتني ودخلتني الاوضه غصب عني. فنده عليها وجت بسرعه قال لها الكلام اللي بيقوله ده صح، انت فعلا دخلتيه الاوضه غصب عنه؟ قالت له ايوه انا عملت كده. قال لها برافو عليكي، واتبسط منها جدا وشجعها وقال لها برافو، ثمرت فيكي التربيه، ايوه كده انت كده اتعلمتي بقيتي كمان تشدي الزبون اللي عندك. وعلي كان واقف ومستغرب جدا من رد فعله. قال له اه لا ده انا هبهرك، ده انا بعمل حاجات دلوقتي. فقال لها برافو. فقالت له طيب عايز مني حاجه؟ قال لها لا انا كده متضايق منك، انت شاطره ان انت تجيبيه لكن المهم انك تخليه يدفع، مش زي اللفندي ده ما دفعش. فقال له بقول لك ايه، انت شكلك كده معكش فلوس. فعلي قال له ايوه انا فعلا معيش فلوس. قال له يا عيني حرام، انت شكلك مقشفر ومعكش، خلاص ولا يهمك. قال له ربنا يخليك. جه يمشي قال له انت رايح فين؟ قال له مش انت قلت لي خلاص؟ قال له لا انا بص انا هشغلك بيهم. قال له هتشغلني ايه بس؟ قال له بس تعالى انا هقول لك، انت الاول تاكل لقمه كده وتستريح وبعدين نبقى نشوف، انت شكلك تعبان مش هتقدر على الشغل. قال له اه والله ده انا تعبان جدا. قال له خلاص انت خش ريح كده وكل وبعدين نشوف. وخده معاه الاوضه وقال له انت ما يهمكش اي حاجه، كل اللي انت عايزه انا هعمله لك وما تقلقش من اي حاجه. وقفل باب الاوضه. بعد كده طلع علي يجري في ثانيه وقال ايه ده انتوا استغفر الله العظيم عليكم، ده انت طلعت نجس بجد، ده انتوا عالم غريبه. وخد بعضه وجري ورجع تاني من مكان ما جه، ومشي من الكهف لغايه ما وصل لغايه هناك. وبعد كده راح بسرعه على الشركه عند مراته وقال لها انا عايزك بسرعه. قالت له في ايه؟ حكى لها كل اللي حصل، ولكن هي قالت له انت اتجننت، ايه اللي بتقوله ده؟ وما كانتش مصدقاه ابدا. فقرر ان هو هيثبت لها بالشظيه اللي عنده. قلع القميص وكان كل اللي في الشركه باصين وواقفين، وهي عماله تقول له انت بتعمل ايه يا علي؟ ولكن وراها وقال لها شفتي شايفه الشظيه اهي؟ قالت له انا مش شايفه اي حاجه يا علي، مفيش اي حاجه. بيبص لقى فعلا مفيش اي حاجه. قالت له الشركه كلها اتفرجت علينا. فاتضايق علي ان هي ما صدقتهوش وسابها ومشي. راح عند صاحبه اللي مالوش غيره وحكى له نفس الكلام وقال له كل حاجه، وقال له انا مش عارف ازاي الشظيه راح مكانها وما كانش فيه اي اثر ليها. فقال له انت مش قلت ان انت الكلام ده كان سنه 43؟ اكيد ده عدى كده يا عم من 80 سنه، فاكيد طبعا مكانها راح، انت بتتكلم في حاجه من 80 سنه. فقال له تصدق انت خليتني اخد بالي من حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها ابدا، اني انا صح في 80 سنه لما بدخل واخرج، يعني معنى كده ان اللي يعدي يبقى 80 سنه، بس انا عديتهم في عادي خالص. فصاحبه بس له طبعا هو ما كان بيقول له اي كلام وبيقطع على قد عقله. فبعد كده قال
قال له يا علي هو انت هتروح له امتى؟ قال له هو مين ده اللي اروح له؟ قال له الدكتور. قال له انت بتقول ايه؟ هو انت كمان مش مصدقني؟ قال له لا طبعا مش مصدقك. قال له يا علي انا عارف ان والدك كان عزيز عليك وان انت كان مأثر فيك ان انتوا ما بتكلموش بعض يعني ومقاطعين بعض من ساعة ما اتجوزت ماجي، وان هو مات من غير ما تصالحوا، بس مش للدرجة دي برضو يعني. فاتضايق جدا علي وقال له برضو يعني حتى انت كمان مش مصدقني، وسابه ومشي. قعد ينادي عليه ولكن علي ما ردش عليه. بعد كده راح لصديق والده واتكلم معاه وقال له هو والدي ما كانش بيحكي لك اي حاجة؟ قال له لا، انت عارف ان والدك كتوم وما كانش بيتكلم كتير، ده حتى اللوح والانتيكات اللي كان بيجيبها لي حاولت كتير اعرف هو بيجيبها منين، ما كانش بيرضى يقول لي، وانا ما رضيتش اضغط عليه علشان ما يحسش يعني ان انا عايزه اروح من وراه واجيبها بسعر ارخص ولا حاجه. فقال له يعني ما كانش بيكلمك عن مكان او اي حاجه غريبه بتحصل له؟ قال له ما انا قلت لك والدك كان كتوم وما كانش بيتكلم قوي، بس انا حاسس ان الموضوع كده في واحده ست. قال له ليه بتقول كده؟ قال له علشان انا كنت بديله فلوس كتير قوي على اللوح والانتيكات اللي بيجيبها ودايما كان بيبان عليه انه معهوش فلوس. فقال له يعني هو قال لك كده؟ قال له لا ده انا اللي حاسس كده. قال له اه يعني ده تخمينك؟ قال له اه تخميني، لكن انا مش عارف في ايه بالظبط. ساعتها روح علي وفضل نايم في السرير ولكن مش جايله نوم ابدا، ومراته راحت في النوم وهو قاعد يفكر. فقرر ان هو يقوم ويبحث ويعمل بحث كده عن ازاي الانسان ممكن يدخل من فجوة زمنية ويروح في عالم تاني. قعد يبحث عن كل حاجة وبكل الطرق ولكن طبعا ما وصلش لأي حاجة. فقرر ان هو يكتشف ده بنفسه ويدخل المكان ده تاني ويرجع لسنة 43 ويكتشف الأمور بنفسه. فعلا دخل نفس المكان اللي هو فيه لمعي، وبعد كده راح على المكان اللي هو كان فيه البنسيون بتاع دلال. وهو ماشي زينات شافته فوقفت الراجل وقالت له استنى انا هنزل، ونزلت قعدت تنادي عليه وتقول له يا استاذ يا استاذ. فبص لها قالت له اديني بقى الامانه اللي معاك. قال لها امانه ايه؟ قالت له الختم اللي انا اديته لك. قال لها لا انا معيش حاجه حتى فتشيني. قالت له ايه ده انت هتسرقه ولا ايه؟ قال لها انا ما خدتش منك حاجه اثبتي. ودخل البنسيون عشان ياخد اوضه، فقالت له الاوضه ب4 قروش. فهو طبعا ما كانش معاه فلوس، وجه شالوم اللي واقف جنبه ده شخص يهودي وكان بيترعب جدا ان الالمان يرجعوا تاني يدخلوا مصر ويقتلوا اليهود. فقال لها على فكره ده مفلس ومعهوش فلوس. قال له يا عم انت مالك انت؟ فقالت له ايه ده هو انت معكش فلوس؟ لا يبقى مش هينفع اجر لك الاوضه. فزينات بنتها قالت لها خلاص يما حسابه عندي. قال لها لا مالكيش دعوه انت، انا مش هاخد منك حاجه. قالت له طيب خلاص الحق عليا. ساعتها قال لها بصي انا صحيح معيش فلوس بس انا معايا الساعه دي والساعه دي بمبلغ كبير قوي. فقالت له خلاص عشان هو خد شوفها بكام عشان هو بيشتري الحاجات دي. فقال له خلاص انا هديك فيها جنيه وربع. قال له يا عم جنيه وربع ايه، هو انت مش عارف دي بكام؟ ومرضيش طبعا ياخدها له. فبعد كده قال له ده الكلام ده لو هي كانت شغاله. فبص لا فعلا الساعه واقفه. فقالت له زينات خلاص يا عم انا قلت لك حساب الاوضه عندي. قال لها خليكي في حالك مالكيش دعوه انتي. في اللحظة دي جه دياستي وقال لهم الأوضة بتاعت عمر أفندي حسابها عندي، هو هيقعد معايا في الأوضة، واداها ال4 قروش. وبالفعل ساعتها علي وافق لأنه ما قداموش حل تاني لأنه معهوش فلوس، وطلع معاه. وبعد ما طلع معاه فوق اداله بيجامة من عنده وقال له خد البيجامة دي البسها مش هينفع تقعد كده. فقال له انت مش ملاحظ ان لبسك واسع عليا شوية؟ فدياستي قال له انا اللي حاسس ان لبسك ضيق، هو لبسك ضيق كده ليه؟ فبص للبسه وما ردش عليه. قال له ايوه انا فاهم، انت اكيد عشان لبسك ضيق عشان خاطر تقدر تجري براحتك لما تعمل اي عملية فدائية من الانجليز. فقال له يا عم انا لا بعمل في عمليات فدائية ولا انا بطل ولا زعيم ولا اي حاجة من دي. قال له لا انا عارف انت لسه مش واثق فيا. وحط ايده عليه وقال له ايه اخبار مكان الشظية لسه بتوجعك؟ قال له اه دي وجعاني جدا، شيل ايدك لحسن دي بتوجعني قوي. قال له طب انت فكيت ايدك ليه؟ قال له لا انا فكيتها خلاص مش عايزه اربطها. بعد كده بدأ يتكلم معاه ويقول له انا عايز انضم ليكوا وعايز اكون معاكوا، وعلى فكرة انا وطني جدا وعملت عمليات فدائية قبل كده. قال له يا راجل عملت قبل كده؟ قال له ايوه انا كنت تبع تنظيم وعملنا عملية فدائية ولكن طلع عليا 5 ضباط انجليز معاهم سلاح وخدوني، ولكن انا اعترفت. لان قال له معقولة ايه الندالة دي؟ قال له ما انا كنت مضطر اعترف، بقول لك يا عم دول معاهم 5 اسلحة و5 ضباط انجليز، فانا اضطريت ان انا اعترف. ومن ساعتها خلاص محدش بيرضى ياخدني معاه في اي تنظيم وعرفوا عني اني انا مش بطل. ومن ساعتها انا نفسي انضم لحد تاني وما صدقت ان انا لقيتك عشان انضم ليك، بس انا مش عارف هو انا كده غلطان؟ قال له يا عم انت غلطان اصلا ان انت بتحكي لي، انا ماليش في الكلام ده كله. قال له انا هفضل وراك لغايه ما انضم ليك واعمل عمليه فدائيه، انا مش هسيبك.
علي سابه ونزل البنسيون تحت لقى زينات. قالت له انت مش هتديني برضو الختم بتاعي؟ قال لها انت حطيتيه في جيبي بمزاجك يبقى انا هديهولك بمزاجي. فقالت له طيب هاته. قال لها لا لما يجيلي مزاجي بقى. قالت له لا اسمع، ده انا ممكن اصوت والم الناس عليك واقول ان انت حرامي. فقام قايل لها خلاص اعملي كده وسابها ومشي. فقالت يا دي النيله ينيلك راجل، وقامت تجري وراه تقول له يا استاذ يا استاذ، انت باين عليك ان انت سامح وكويس وشيخ اهو. قال لها شيخ؟ مين قال لك ان انا شيخ؟ قالت له امال يعني مربي دقنك ليه؟ قال لها ده انا مربيها لوك يعني. قالت له ايه؟ طبعا ما فهمتش كلامه. قال لها طب خلاص سيبك من كده وغير الكلام، وقال لها انا هديهولك لو قلتيلي انت اصلا سرقتي لي وايه حكايتك. قالت له لا اديهولي وبعدين اقول لك. قال لها لا واحكي لي وانا اديهولك. فقامت قالت له بس اديهولي. قال لها وانا ايه اللي هيخليني اغير كلامي؟ لما تحكي لي ابقى اديهولك. فابتسمت وقالت له انت راجل كده شكلك بتحب التهزيق. قال لها ايه ده، انت بتغلطي فيا وبتهزقيني؟ فقالت له ما اعمل لك ايه، انت اللي راجل مهزق. قال لها طب خلاص انا هاخده واروح اديه لصاحبه. فقالت له خلاص امشي. ففعلا مشي. بعد كده قالت يا دي النيله تاني، وقامت طلعت تجري وراه. ماجي قلقت بالليل ما لقيتش علي نايم جنبها، فقررت تتصل بيه ولكن لقت تليفونه محطوط على كومودينو وهو مش موجود. فنزلت بصت عليه تحت ما لقيتهوش، فقررت تتصل بصاحبه وتشوفه فين. بالفعل اتصلت بصاحبه وسألته على علي وقالت له ان هي مش لاقيه موجود في البيت، هو موجود عندك. هو طبعا علشان يداري على صاحبه وافتكر ان هو بيعمل حاجه كده ولا كده وحب يداري عليه، فقال لها اه طبعا ده موجود عندي. فقالت له طب ادينا اكلمه. فقال لها طيب هديهولك. وبعد كده قعد ينادي عليه يا علي يا علي. بعد كده قال لها بصي هو مشغول جدا، اصله بيصلح المراوح وايده مش نظيفه وكل حاجه، هو عندي يعني هيروح فين؟ شويه كده واخليه يكلمك. قالت له طيب ماشي. بعد ما قفلت معاه هو جه يتصل بعلي، فطبعا هي اللي ردت. فاول ما ردت من غير ما تتكلم حطت التليفون على ودنها. قال له يا علي يا نمس انت فين؟ مراتك اتصلت بيا وقالت ان انت مش موجود وسالتني انت معايا، وانا قلت لها طبعا ان انت معايا، ما انت صاحبي ولازم اداري عليك، يبقى كلمني ضروري وقول لي انت بتعمل ايه. طبعا مراته سمعت الكلام ده كله وعرفت ان جوزها مش معاه وان هو بيدار عليه. وبكده خلصت حلقتنا. لو وصلت لنهاية الحلقة متنساش تحط اللايك، واللي مشتركش في القناة ياريت تشتركوا في القناة عشان تشجعوني انزل باقي الحلقات وعلشان القناة تكبر بيكم ومعاكم، واشوفكم على خير في